السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض القشطوطة بكيكة بسيطة وسهلة عادية خالص، ولا سبونش ولا اي حاجة من الكلام ده، ب4 أطعمة بطريقة بسيطة وسهلة هتطلع مظبوطة 100%. خليكم معايا لاخر الفيديو. اللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. نسمي الله. انا معايا الخلاط، هنزل ب3 بيضات. هنبتدي الاول في الخليط السائل. 3 بيضات فانيليا، كوباية سكر، الكوباية دي اللي هعاير بيها كل حاجة، نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، واضرب الخليط ده حلو جدا لحد ما لونه يبقى فاتح معايا زي ما انتوا شايفين. المقدار ده خد 2 كوبايتين بنفس الكوباية اللي عايرتي بيها اللبن والزيت، 2 كوبايتين بالظبط دقيق، عليهم ظرف بيكنج باودر وذرة ملح، ونقلب كده. الكيكة بتاعتنا خلصت. هنزل بيها في صينية مدهونة شوية زيت صغيرين ومتبدرة بشوية دقيق، وهتدخل في فرن سخن طبعا مسبقا. زي ما انتوا شايفين الكيكية، خلي بالكوا كمان الارتفاع كان صغير جدا في الصينية عشان احنا مش عايزين الارتفاع يبقى عالي قوي. دي الكيكية كده بتاعتنا جهزت. هنجهز مع بعض الكريم شانتيه. دي كريم شانتيه سايب، حطيت عليه 2 كوبايتين كريم شانتيه وحطيت عليه 3 معالق سكر بودرة وكيس لبن بودرة، بيعزز الطعم وبيخليه حلو بدل اللبن الساقع بمعنى اصح. ونزلت بكوباية مية، ولما لقيتها لسه جامدة معايا شوية بقيت اضيف شوية بشوية من المية. خدت مني تقريبا 2 كوبايتين الا ربع مية متلجة. هاجي للكيكة بتاعتنا بعد ما استهدت وبردت، افتحها كده بالشوكة زي ما انتوا شايفين، ومعايا لبن كان مغلي دافي عليه فانيليا، وسقيت الكيكة بتاعتنا باللبن وما كترتش عشان احنا ما بنحبهاش تبقى يعني طرية زيادة. زي ما انتوا شايفين كده. وكده الكيكية بتاعتنا جهزت. اجيب الكريم شانتيه بتاعنا اللي احنا عملناه، كريم شانتيه سايب انا جايباه بدون سكر، حطيت له 2 كوبايتين كريم شانتيه عليهم 3 معالق سكر بودر وكيس لبن بودر وكيس حلواني. فتحته كده وحطيت فيه الكريم شانتيه، وبطريقة عشوائية نزلت بيها على وش الكيكاية، وبالشوكة هدي التجزيعات اللي بنشوفها في القشطوطة بتاعتنا. هقسم الصينية بتاعتنا بالكريم شانتيه ل4 نص ونص. بقوا عندنا هنا 4 أطعمة هنعملهم مع بعض، وكلها صوصات جاهزة: صوص شوكولاتة، صوص كراميل، وصوص توت، وعندنا صوص فراولة. وان شاء الله الصوصات دي بإذن الله نعملها في فيديو شرح كامل مع بعض. واي نوع مكسرات حطيت على الجزء اللي بالكراميل والجزء اللي بالشوكولاتة، وممكن طبعا بمانجا وفاكهة تفاح وفراولة او بالمانجا. وكانت دي اسهل طريقة قشطوطة هتاكلوها وهتعجبكم بإذن الله. وقلت ازين الصينية كده عشان اديهم ايحاء انها زي التورتاية كده، بحتت تفاح والشكل بسيط وسهل، خدش مننا مجهود خالص. كيكاية ناجحة 100%، والطعم كان حكاية. يا رب تكون نالت اعجابكم، والسلام عليكم.